دي ضربة جزاء الأولى، وزي ما شايفين الخناقة كده شيكو بنزا رافع إيده بيقول أنا اللي هشوط، غير إن أحمد شريف قام بيقول أنا اللي جايبها وأنا اللي هشوطها. هتلاقي بعد كده محمد السيد بيلف وبيندع على عمر جابر بيقول له عمر أنا اللي عايز أشوط، والناحية التانية سيف وسيف بيتخانقوا مين اللي هيشوط. عمر جابر وأحمد فتوح بيتكلموا مع بعض مين اللي يشوط، وبيقرروا إن سيف الجزيري. صحيح إن كله اتمنى له التوفيق وشجعوه وهو داخل يشوط، لكن برضه ده وضع ما يصحش في نادي الزمالك أبدا. نفس القصة حصلت برضه في ضربة الجزاء التانية، زي ما شفنا كده سيف جعفر رفع ايده انا اللي هشوط. هتلاقي بقى 3 واخدين الكورة وبيتخانقوا مع بعض على مين اللي يشوط، شيكو بنزا والجزيري واخوان بزيرة. هيخش معاهم حسام عبد المجيد بيقول لهم انا الراجل بتاع ضربات الجزاء وانا موجود في الملعب. هتلاقي برضه كده محمد السيد جاي وعمر جابر برضه جاي في نفس الموقف يحل المشكلة. وهتلاقي برضه ان القرار جه بقى من الجهاز الفني المرة دي ان اللي يشوط محمد السيد. يعني لما بتحصل على ضربة الجزاء مش عارف ليه، مع ان المفروض القرار متاخد من قبل ما ينزلوا من اوضه اللبس،